تخيل نفسك داخل سوبر ماركت ماسك عربية وبتلم حاجات يمين وشمال. فجأة تبص على الأسعار لقيت أرقام كتير قدامك، بس خد بالك الأرقام دي مش كلها شبه بعض. في أعداد صحيحة، في كسور، في نسب مئوية. ساعتها هيجي في بالك سؤال: ليه الرياضيات عملت كل التقسيمة دي؟ استنى عليا هقولك ليه. بص يا سيدي، لما تيجي تعد حاجات بسيطة زي تفاح أو أقلام بتستعمل الأعداد الطبيعية زي واحد اتنين تلاتة. سهلة كده. طب لو الجو تلج بره ودرجة الحرارة -5، هنا بقى هتحتاج الأعداد الصحيحة اللي فيها الموجب والسالب. طب لو جعت وعاوز انت وأصحابك تقسموا بيتزا ومش كل واحد هياخد بيتزا كاملة، يبقى لازم نستخدم هنا الكسور زي نص وتلات أرباع. وآخر حاجة لما تيجي تدفع بالتقسيط أو تحسب حاجة بدقة عالية هتدخل في عالم الأعداد العشرية. شفت بقى إن كل نوع ليه لازمة في حياتنا اليومية؟ دلوقتي بقى تعالى نتخيل الأعداد كأنها عائلات جوه صناديق كبيرة وصغيرة. عندنا أول عيلة هي عيلة الأعداد الطبيعية، وهو الصندوق الصغير اللي فيه الأعداد اللي بنعد بيها اللي هي زي واحد اتنين تلاتة. الصندوق الأكبر منه هو مجموعة الأعداد الصحيحة، ودي فيها الأعداد الطبيعية ومعاها الأعداد السوالب. والصندوق الأكبر وأكبر هي مجموعة الأعداد النسبية، وهو أي عدد نقدر نكتبه ككسر. طب وفي كمان أعداد غامضة شوية زي الأعداد غير النسبية، زي الجذر التربيعي الاتنين أو باي. وأخيرا كل العائلات دي عايشة في الصندوق الكبير جدا اللي اسمه الأعداد الحقيقية. يعني ببساطة الأعداد مجموعة الأعداد الطبيعية جوه مجموعة الأعداد الصحيحة، والاتنين جوه مجموعة الأعداد النسبية، ومجموعة الأعداد النسبية ومجموعة الأعداد غير النسبية مع بعض بيكونوا مجموعة الأعداد الحقيقية. يمكن تسأل نفسك إيه علاقة الكلام ده بيا؟ هقولك لو دخلت عالم الذكاء الاصطناعي أو علم البيانات كل حاجة هتتحول لأرقام. الصور اللي على موبايلك هي أرقام في مصفوفات، صوتك وأنت بتتكلم هي أرقام عشرية دقيقة، حتى التصنيفات زي ده كلب أو قطة فهي أعداد صحيحة. يعني كل اللي بيتعمل في الكمبيوتر عايش في عالم الأعداد الحقيقية. شفت بقى ان الموضوع طلع ممتع ازاي؟ الاعداد مش مجرد ارقام وخلاص، لا دي عائلات ليها نظام وحياة. لو فهمت الدرس ده اكتب لي في الكومنتس فهمت انواع الاعداد. وانا فاطمة علي ولسه مكملين مع بعض في سلسلة رياضيات ببساطة. سلام، استنوني في الفيديو الجاي.